مرحبا بكم. البارح الأربعاء 11 ديسمبر كان الإعلان الرسمي من طرف الفيفا لاستضافة المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030. البارح كان يوم تاريخي. البارح كان اعتراف أممي بقدرة المغرب على تنظيم أكبر تظاهرة في العالم اللي ماشي أي دولة يمكن تنظمها. البارح كان اعتراف دولي بأنه المغرب عنده من الإمكانيات، عنده من الكفاءات، عنده من الطاقات، عنده من المؤهلات، عنده من الرأس المال البشري ما يؤهله أن يشارك دولتين أوروبيتين كبرتين، دولتين متقدمتين، دولتين ديمقراطيتين غربيتين، على أنه المغرب الممثل ديال القارة الإفريقية أنه قادر أنه يشارك مع هذه الدول وينظم هذه التظاهرة. الناس اللي كيفهموا ماشي غير في الرياضة، في السياسة بصفة عامة، لأن الرياضة هي نوع من السياسة، وأصبحت الآن هي السياسة الرئيسية اللي كتبني عليها بعض الدول لو سوفت باور ديالها أو لا القوة الناعمة ديالها. فكأس العالم في حد ذاته لا يعني شيء، يمكن شويه ديال البيزنس، شويه ديال التجاره، شويه لي زوتيل يخدموا، ولكن الدول اللي كتفهم ماشي هذا هو الهدف ديالها. ماشي هو الهدف انه يجيو مجموعه ديال الفرق ويجيو جماهير واحد المده معينه ديال 3 سيمانات ولا شهر، مده كاس نهائيات كاس العالم، ويجيو يعمروا لي زوتيل ويروجوا شويه الحركه ويمشيو. الناس اللي بعقلها ما كتنظمش كاس العالم لهذا الغرض. الناس اللي تنظم كاس العالم واحد الرؤيه استراتيجيه كما اللي بغاها جلاله الملك للمغرب ولشعب المغرب، انه كاس العالم كما كنقولوا كيغير الوجه ديال الدول. وفيما يخص المغرب نقدروا نعتبروا بانه كان واحد المغرب ديال قبل 11 ديسمبر 2024 وغادي يكون واحد المغرب اخر ديال ما بعد 11 دجنبر 2024. وانتم لاحظتوا شيئا ما من التغييرات في البنيات التحتية اللي كتعرفها بلادنا. بدا هذا التغيير هذه بعض الأشهر. الآن ما سوف تلاحظونه هو أنه المغرب فاسو ميتامورفوزي، غادي يتحول من ناحية البنيات التحتية، من ناحية المشاريع الاقتصادية، من ناحية بزاف ديال المنشآت، ابتداء من البارحة حتى نوصل 2030. الهدف ديالنا ماشي هو ذاك النهار ديال 2030. انا بالنسبه ليا الهدف ديالنا هذه المده اللي غادي تفصلنا على نهائيات 2030، لانه المغرب غادي يعرف واحد طفره نوعيه في مجال التنميه، في مجال التقدم. هذا الاعتراف بقدره المغرب على انه ينظم كاس العالم مع دولتين ماشي سهل. كان من الاسهل بالنسبه للمغرب انه يكون بوحده ينظم، يعني يدير هذاك الشيء اللي بغى بالطريقه اللي بغى بطبيعه الحال بتاثير من الفيفا، ولكن تكون عنده واحد الحريه كبيره انه ينظم يعني وفق المنهج ديالو، وفق العقليه ديالو، وفق الثقافه ديالو. يعني بلاتي عليه لو فيت انك تنظم مع جوج ديال الدول الاوروبيه ماشي سهله. علاش؟ ان جوج ديال الدول اوروبيه غربيه عندهم قيم ديالهم، عندهم ثقافة ديالهم، عندهم منطق ديالهم. باش انت كدولة افريقيا اللي في المخيلات ديال بزاف ديال الناس كيعتبروا الدول الافريقيه دول متخلفه، ولا بغاو يعني يتهلاو فيك شويه في اللغه الدبلوماسيه يقول لك في طريق النمو. ماشي سهله انك يتم وضعك في نفس المرتبه ديال جوج دول اوروبيه مهمه داخل الاتحاد الاوروبي، وتولي يعني تخدم بنفس المعايير الأوروبية اللي بغينا ولا كرهنا، معايير جد متقدمة، جد صارمة، جد حازمة، جد يعني علمية. ما كاينش فيها المكان ديال يكون الخير او لا ان شاء الله او لا غادي نديروا التيره هنايا غير صبروا علينا. لا، المعايير ديال الدول الغربية بغينا ولا كرهنا معايير جد متقدمة بالنسبة للمعايير ديال العمل ديال الدول الإفريقية. يعني وهذا ما كنحطش بالدول الافريقيه ولا كنهضر يعني وانا عندي عقده من الدول الاوروبيه، هذا الواقع. هذا حنا كنتكلموا على اوروبا، دول غربيه متقدمه، الدخل ديالهم صافي ماشي هو ديال الدخل ديال الدول الافريقيه، البنيه التحتيه ماشي هما ديالنا، طريقه التدبير، عقليه التدبير، فكر التدبير ديالهم
والحكامه اللي كيطبقوها ماشي هي ديالنا، اذا حنا غادي اون دوا سو ميتر ا نيفو ديالهم، وهذا ايجابي بالنسبه لنا لانه غادي يمكن المغرب. هذا واش قلت لكم الهدف ديالي انا بالنسبه لي ماشي هو ذاك الشهر ديال 2030. انا بالعكس هذاك الشهر ديال النهائيات يمكن انا نمشي نريح في دارنا ونتفرج انا غير في التلفزيون، سا مديرونش با، لان الهدف راه تحقق بالنسبه لي. الهدف ديالنا انه في هذه المرحله ديال اللي بقات لنا ل 2030 ان المغرب يتاهل في جميع المجالات، البنيه التحتيه، العقليه، الفكر، التدبير، الحكامه، الراس المال كيفاش كيشوف الامور، ويتقاد مع الدول الغربيه المتقدمه الناميه. عفوا المتقدمه جدا، حنا هما الناميه. هذا هو الهدف ديالي، وهذا هو اللي غادي نربحه، وهذا قرار ماشي سهل. هذا قرار ماشي سهل لانه كاين بعض الدول اللي عندها الامكانيات الماديه وما بغياش تدخل في هذا الشيء. انه نعطيكم مثال باش نكون مزيان. قطر نظمت كاس العالم، قطر نظمت كاس العالم، سهل بالنسبه لقطر تنظم كاس العالم، سهل بالنسبه للامارات، سهل حتى بالنسبه للبحرين او للكويت ينظموا كاس العالم. تجيبوا الراس المال عندهم الفلوس ملايير. اظن بان قطر خسرت تقريبا 200 مليار دولار باش نظمت كاس العالم ديالها. احنا حسب يعني التقييم اللي كدار لحد الان على حسب يعني الميزانيه المقدره ديال تنظيم كاس العالم بين اسبانيا والبرتغال والمغرب كندوروا مشيت واحد 20 مليار دولار. طيب كاين شي واحد يقول لي ما يمكنش، واحد الدوله نظمت 200 مليار وثلاثه ديال الدول غادي ينظموا ب 20 مليار ديال الدولار، زعما ما عندها منطق. لانه يمكن قطر ما كان عندها حتى حاجه، انه قطر يعني انطلقت من لا شيء باش تنظم كاس العالم. قطر استثمرت في البنيات التحتيه، استثمرت في جميع المجالات، واستثمرت حتى في الراس المال البشري. كفاءات البشريه اللي سهرت على تنظيم كاس العالم الاغلبيه ديالها جات من خارج قطر. احنا الحمد لله عندنا الراس المال البشري، عندنا هذه يعني راه كيسوى الفلوس، واللي غادي نزيدو نربحوا اكثر غادي نزيدو ناهلوه. من غادي ناهلوه غادي يبقى عندنا، ما غاديش يرجع لدارهم كما في حاله قطر. بطبيعه الحال باحترامنا لدوله قطر، قطر فيها كفاءات وفيها ناس اللي سهروا على التنسيق وعلى التنظيم الفعلي ديال هذاك كاس العالم اللي كان ناجح بالمناسبه. ولكن الفرق بين البرتغال اسبانيا ديجا دول متقدمه عندهم بنيه تحتيه، عندهم كل ما يلزم. المغرب حتى هو مؤهل الى حد كبير وغادي يزيد يعني غير يسقل باش يجني الثمار من بعد. فهذا هو الفرق بيننا وبين دول اخرى. ولو فات انه قطر تكون بوحدها تنظم سهل كما قلت لك، ولكن انت باش تنسق مع اسبانيا والبرتغال ديجا حاجز اللغه، حاجز الثقافات، حاجز بزاف ديال الحوايج ماشي سهله. يعني خصك تكون في المستوى. يعني شوف حتى بعض المرات تلعب غير ماتش اميكال، مثلا تجي ريال مدريد باش تلعب ماتش اميكال ما غاديش تلعب مع فرقه ضعيفه، خصها تكون تلعب على الاقل مع الفرقه اللي تكون ماشي في النيفو ديالها 100%، ولكن على الاقل 80%. لان الريال مدريد ولا البارسا ما غاديش تضيع وقتها مع شي فرقه اخرى واللي غادي تقدر كاع تعود سلبا على اللاعبين ديالها يهبطوا في النيفو. الان هذا اعتراف ديال العالم بانه المغرب عنده من المؤهلات القريبه جدا في جميع المجالات من اسبانيا والبرتغال، باستثناءات غادي نهضروا عليهم باش ما تقولوش انا جيت نهضر نقول كل شيء مزيان كل شيء. لا، ماشي كل شيء مزيان، ولكن الحمد لله نحن غاديين في الطريق الصحيح. طيب نزيد ناكد بانه الهدف ماشي 2030 هذاك الشهر ديال النهائيات. مزيان غادي ننظموا 2030 وغادي يجوا الصحافه وغادي يهضروا، ولكن الهضره الكبيره الخدمه الكبيره غادي تدار من الان. شنو غادي نربحوا من 2030؟ فعلا كاين الاقتصاد، فعلا الاقتصاد ديالنا غادي يتنمى، ولكن غادي يمكن ما غاديش نتلاقى احسن من واحد اللي غادي يعبر على هذا الشيء كما فوزي القجع. فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ورئيس اللجنه اللي كلفوا على راسها جلاله الملك باش يقود هذا الترشيح والتنظيم ديال كاس العالم 2030. البارح واحد التصريح صحفي
واللي نشروه موقع اشكاين، يعني في بعض الفقرات كيلخص شنو هو الربح ديالنا من 2030. غادي نمشيو للعمق. قال لك اعتبر فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان الاربعاء 11 دجنبر الجاري الذي يشهد الاعلان الرسمي عن استضافه المغرب لكاس العالم، نهايه كاس العالم 2030، يمثل نقطه تحول تاريخيه للمملكه. ما يمكنش المملكه يوقع عندها واحد تحول تاريخي ببناء ملعبين ولا ثلاثه، ماشي هذا هو التحول التاريخي. تقدر تبني الملاعب فوقاش ما بغيت فين ما بغيت. شنو هو التحول التاريخي؟ وأكد القجع أن هذا الحدث الرياضي الكبير سيعزز مكانة المغرب كقوة إقليمية في مختلف المجالات. هذا الربح ديال 2030. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية ثاقبة من لدن الملك محمد السادس الذي يعمل منذ عقود على تطوير المملكة. طبيعة الحال ما يمكنش تنظم وتوصل لهذه المرتبة اللي هضرنا عليها ديال انك يديروك مصاف الدول المتقدمه الا ما كانتش عند الدوله ديالك رؤيه واستراتيجيه. والحال ان هنا هذه الرؤيه وهذه الاستراتيجيه كيقودها قائد البلاد الملك محمد السادس. وقال القجع يوم 11 ديسمبر دجنبر سيكون نقطه تحول في تاريخ المملكه على مستوى العقليه. مهمه جدا هذه الكلمه، هذه نرجعوا لها. والرياضه وكره القدم. هذا الورش مرتبط بالأجيال الحالية وكذلك القادمة اللي مور 2030 التي ستنمو في ظل هذه الدينامية. والدينامية غتكون شاملة، هذا نرجعوا لها أيضا. إنه تحول ثوري في عقلية المغاربة. شوف هنا فوزي القجع ما كيقولكش غادي نبنيو الملاعب ولا غادي نبنيو المستشفيات، ولا هذه اسهل حاجه تبني الملاعب وتبني المستشفيات. دبر الميزانيه واجي بني الملعب، ولكن وشنو غادي دير به؟ واش بقات تبني الملعب؟ دابا تيلونس ان ابيل دوفر انترناسيونال ويجيو الشركات من برا ويبنيو لك احسن ملعب واحسن هندسه. ومن بعد الا ما ساهموش فيه ولاد البلاد، الا ما كانتش بعد عندك رؤيه، علاش انا غادي نبني هذه الملاعب؟ علاش انا غادي نبني هذه البنيه التحتيه؟ كيفاش خصني نبنيها؟ من عقليه؟ واش بالعقليه الماضيه ولا بالعقليه الجديده؟ هنا فوزي القجع كيربط يعني هاد الثوره اللي حدثها تنظيم نهايه كاس العالم بالثوره العقليه اللي خصنا نخلقوها. بجوج بهم كيمشيو كوم دو لينيو باراليل. وأضاف كل هذا تؤكد رؤية جلالة الملك محمد السادس ويسرع الوتيرة التي يطمح إليها جلالته لصالح بلاده وشعبه. المغرب في سنة 2030 سيمثل قوة إقليمية في كافة المجالات، وجلالة الملك بدأ هذا المخطط منذ 25 سنة. بطبيعة الحال كما قلت لكم ما يمكنش نبديو من البارح، التشيرة عنده. طيب، وأشاد القجع بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات من البنية التحتية إلى الرأس المال البشري، غادي نوليو له، مؤكدا أن المغرب بحضارته العريقة قادر على تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم. كلمات مهمة جدا من طرف السيد فوزي القجع. بهذه المناسبة باغي نهنئ أيضا السي فوزي القجع على المجهودات اللي بذلها. هو كيذكرنا بأنه هذه يعني هذا الشيء ثمرة ديال واحد الرؤية ثاقبة ديال قائد البلاد، ولكن اللي شرف على هذا التنظيم واللي كان عند حسن ظن يعني جلالة الملك اللي وضعوا على رأس هذه اللجنة ديال تنظيم كأس العالم. السي فوزي القجع أبان على واحد الذكاء، على واحد الحنكة، على واحد الكفاءة في تدبير هذا الملف. وبما أنه الرجل الأول المشرف على كرة القدم المغربية فباغي نهنئوا بهذه المناسبة على اللي حقته الجامعة والفريق ديالها والناس المتعاونين ديالها وجميع الناس اللي هو قام يعني بالتنسيق ديال الدور ديالهم من اجل تقديم واحد الترشيح ديال المغرب اللي في المستوى اللي يحمر الوجه ديال البلاد. هذه هي القيمة المضافة من تنظيم كأس العالم. المغرب سيصبح قوة إقليمية، لأن قلت لكم الفرق بيننا وبين دول أخرى أنه عندنا رأس مال بشري، سوف غادي غير نزيدو نسقلوه، غادي غير نزيدو ادابتيوه،
وغادي نستافدوا بالتجربه ديال دولتين متقدمين. انا سعيد جدا اننا ما نظمناش هذا كاس العالم بوحدنا، لانه كون نظمناه بوحدنا كما قلت لكم غادي ننظموا بالعقليه ديالنا، وكنا في المسائل اللي ما نقدروش عليها نستعنوا بخبراء اجانب نخلصوهم يجيو يأدوا المهمه ديالهم ويمشيو، ودائما غادي هما يوليو يتادابطوا معنا لان خدامين عندنا. لو فات انه كنشتغلوا يد في يد مع البرتغال ومع اسبانيا واللي موراهم هما الاتحاد الاوروبي، فغادي نشتغلوا وكاننا الان عضو في الاتحاد الاوروبي، لان كان غادي نشتغلوا بنفس المعايير ديال الحكامه وديال التدبير ديال الاتحاد الاوروبي. غادي نخدموا بالشفافيه، كنا بوحدنا ما غاش يعني تقدر الله اعلم هذيك الميزانيه يقول لك ما نعرف مازال غادي نشوفوا الميزانيه راه مع البرتغال واسبانيا ما كاناش غادي نشوفوا الميزانيه يكون الخير ان شاء الله. لا يعني هذاك الشيء يتشاف فلوسه، كل شيء منظم، كل شيء مأطر، كل شيء ضاربين له الحساب، فلوسه عارفين وشنو غادي يوقع من بعد. هذا هو التدبير الحداثي، وهذه هي الحكامه اللي كنطمحوا جميع. وهذا الشيء بطبيعه الحال غادي تكون فيه الشفافيه والوضوح، لانه بيناتنا دابا كنهضروا بيناتنا بزاف ديال الحوايج عندنا في المغرب كنقولوا كاينه الشفافيه وكاينه الوضوح وكاينه الدستور الحق في المعلومه، وكاين بزاف ديال الحوايج ما كاين لا الشفافيه ولا الحق في المعلومه. نوض دابز وروح قلب الى عطاوك شي معلومه وشوف تشوف، ولكن في هذا الملف في التدبير ديالو ما كاينش شوف تشوف، كاين هذاك مسائل مضبوطه علميه. طيب انا فخور، انا سعيد، انا مطمئن، انا متفائل على القدره ديال المغرب اللي عنده الكفاءات ديالو، عنده الطاقات ديالو، وان شاء الله كل شيء غادي يساهم باش البلاد تساهم. وفعلا الان بغيت نهضر لكم على الملاعب، غادي تكون واعره، وغادي يكونوا عندنا بنيات تحتيه وطرق وقناطر والمهم وقطارات فائقه السرعه، كل شيء هذا الشيء مزيان. ولكن كما قال الوزير القجعي الا العقليه ما كانتش وما تبدلتش العقليه المغربيه، فبني الطرق اللي بغيت، بني دير المستشفيات اللي بغيت، فالعقليه هي اللي غادي تفسد لك هذاك البنيه التحتيه كامله وغادي تدمرها وغادي ترونها لك. لهذا كنتكلموا على العقليه، لهذا السي وزير القجعي كيتكلم على الراس المال البشري وانا متفق معه. غادي نتكلم الان عن راس المال البشري، ولكن غادي نولي على هذيك القوه الناعمه لو سوفت باور اللي تكلمت عليه، واللي تكلم عليه وزير القجعي بطريقته، قال لك المغرب سيصبح قوه اقليميه، لان فعلا غادي نصبحوا قوه اقليميه. عرفتوا باش والله الا البنيه التحتيه راه غير زعما سبب، ما يمكنش تكون قوه اقليميه الا ما كانش عندك يعني ما حدثت هذيك الثوره العقليه اللي تكلم عليها القجع، واللي انا متفق 100% معه. الا ما كانش عندك الفكر متقدم، العقل متقدم متحضر، وكتشتغل بالادوات ديال الحضاره بالقيم اللي كنتكلموا عليها، ما يمكنش تكون قوه اقليميه. تبقى مهم دوله سائره في طريق النمو. تهلاو فيك. طيب مزيان، اذا هضرنا الان مسائل ايجابيه، اجي نهضروا شويه على المعقول، ما يسمى بالراس المال البشري. فعلا عندنا كفاءات الحمد لله، لان هذه البلاد اللي كنتكلموا عليها ما يمكنش تكون واقفه وصامده وحققت بزاف ديال الانجازات وكون ما كانش عندنا كفاءات. ولكن واش هذه الكفاءات بوحدها قادره انه تاهلنا يعني باش نمشيو في هذا الورش العالمي؟ انا نظن بانه مازال خصنا تاهيل ديال الكفاءات البشريه ديالنا. نعطيكم بعض الامثله البسيطه ويمكن نعقدها شويه، بعض الامثله من الحياه اليوميه. مزيان نخدموا البنيه التحتيه، ولكن الانسان المغربي واش هو ما يستاهلش اننا، واش هو ما يستحقش اننا ناهلوه، اننا نعطيو له الوقت، اننا نعطيو له القيمه. الانسان يعني بصفه عامه وبدون ما نعمم كاين بعض المشاكل في مستوى القيم، في مستوى التعامل، في مستوى طريقه التفكير، في مستوى في طريقه التدبير، كيفاش كيشوف الحياه. نعطيكم مثال بسيط واللي عنده علاقه بكاس العالم. تخرج من القطار، محطه القطار، ودرنا قطار فائق السرعه، جبنا واحد القطار يمشي هكا جبناه بالشينوا، واحد القطار يرجع جبناه من فرنسا، وهذوك السكات جبناهم بالالمان. يعني شوف التكنولوجيا والتقدم. ولكن تجي خارج الان تجي خارج من محطه القطار تي جي بي ديال اكدال او لا ديال كازا، تلقى صحاب الطاكسيه تيدابزوا، كل واحد يدابز على الكليان.
كاين تقول له اديني يقول لك لا انا ما نمشيش تماك، او لا تسنى تنعمر الطاكسي. واش بهذا يعني الانسان مع احترامي لصحاب الطاكسيات ان هم عندهم اكراهات، ولكن واش هذا ماشي واقع؟ وهذا الشيء انا كنقول لكم صحاب الطاكسيات كيعترفوا به. الان جيت تركب في واحد الطاكسي ديال التطبيقات الذكيه، كتركب مثلا اوبر ولا اندرايف ولا مرات بلا ما ندير لهم بوبليسيتي، كيجيو كيدوروا عليك صحاب الطاكسيات وتقول وكاننا في قانون الغاب، ما كاينش السلطه في هذه البلاد. وراكم شفتوا ما وقع مؤخرا بواحد الدبلوماسي روسي اللي دوروا صحاب الطاكسيات على واحد من الاندرايف يهزوه وبغاو يديروا الشرع يديهم. واش هذا الشيء مقبول؟ بعدا واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش؟ واش انا كنكذب؟ مرة اخرى مع احترامي صحاب الطاكسيات، ولكن احنا ما كنقبلوش بس صحاب الطاكسي يديروا شرع يدهم. الا كان صحاب الطاكسيات عندهم مشكل قانوني ولا مشكل اقتصادي فما عليهم الا يتوجهوا السلطات المعنيه ويحلوا المشكل ديالهم. اصبح الان من غير المقبول هذه الوضعيه ديال مثلا الطاكسيات ديال التطبيقات الذكيه تعامل بهذه الطريقه. فحتى المسؤولين ديال بلادنا هما اناس هما خصهم يتاهلوا. واش المسؤولين ديال بلادنا باغيين يخليو هذا الوضع ديال الفوضى مازال قائم؟ اسيدي لا التطبيقات الذكيه ممنوعه يقولوها ويسهروهم على تنفيذ المنع وعلى الزجر، وإلا ما كانتش ممنوعه يقولوها. دابا انا سبق لي وركبت مع اصحاب الطاكسيات العاديه كما ركبت مع اصحاب الطاكسيات ديال التطبيقات ملي كنسول اصحاب التطبيقات الذكيه بلا ما نقول الاسم كيقول لك اودي حنايا راه بحال كاينه واحد اون توليرونس من طرف السلطه كيخليونا نخدموا. بعض المرات الا شافوا صحاب الطاكسيات كيبغيو يجيو يديروا عليه، ولكن كاين دائما فوضى، كاين دائما اعتداءات، كاين دائما مشاكل. فالسلطات خصها توجد حل لهذا المشكل. وانا نقول لكم بانهم 2030 بغينا ولا كرهنا هاد التطبيقات الذكيه ولا هاد سيارات الاجره ديال التطبيقات الذكيه خصها تكون موجوده لسببين بلا ما ندخلوا في التفاصيل الاخرى. السبب الاول وهو انه ما يمكنش العالم ان الناس اللي غادي يجوا من العالم عندهم هما هاد اوبر ولا اندرايف ولا كريم ولا ما نعرف شكون، عندهم عادي جدا واخدين دي زابونمون، وكاين اللي مشارجي باش يجي للمغرب ياخذ هاد النوع ديال الطاكسيات. هو سالارونج يقول لك باش نبقى نصرف الفلوس غادي عندي الاخر. خصو يتلاقى هذا لو سيرفيس في هذه البلاد اللي منظمه كاس العالم بحال البرتغال. ما يمكنش هو في اسبانيا والبرتغال كيركب في اوبر ويجي للمغرب يقول لا اوبر ممنوع، او لا انت وزهرك اخويا ركب، ولكن الا تدوروا عليك صحاب الطاكسيات دبر راسك. او لا المغرب يقول لك لا انا غادي نديرها بالعاني، غادي نمنحهم باش ما يجيبوش الفلوس ديجا شارجي في لابليكاسيون، غادي يجيو باش يصرفوا هنا الدوفيز باش يركبوا في الطاكسيات وانا نربح دوز. بون انت هذه عقليه انا ما اتفقش معها، ولكن يمكن كاين اللي يفكر هكا الله اعلم. وثانيا ويمكن هذا هو الاهم، 2030 بالنظر للاعداد الكبيره اللي غادي تكون موجوده ولا اللي غادي تواجد على ارض المملكه، مثلا في مدينه واحده كمراكش ولا كطنجه ولا كالدار البيضاء ولا، ما يمكنش هذوك سيارات الاجره كاملين اللي كاينين تماك غادي يلبيو طلب ديال هذيك الطلبات التي ستقدر بالالاف ديال الطاكسيات. اذا خص واحد العرض موازي مكمل، هما هاد صحاب لي زابليكاسيون. وثالثا الا بغيتو تزيدوا هذا هو المستقبل، هذا هو التقدم، بغيتو او لا منعوا قطعوا انترنت وقطعوا يوتيوب وقطعوا فيسبوك كما شي وحدين راهم باغيين، وقطعوا كل اجتهد لي زابليكاسيون هكا ونتهناو. بون يجيو يدخلوا للمغرب ما كاينش انترنت، تقول لهم راكم دخلتوا لافريك، خرجوا شويه باوروبا بالتقدم والحضاره، جيو هنايا دخل شويه لافريك ودبر على راسك وتمشى شويه على رجليك وتكرفست انت مع خوتك. ولكن بون جيكزاجير ان بو، ولكن ماشي هذا الشيء اللي بغينا. فاذا ما يمكنش كنتكلموا على هذا الانسان، ها هما اصحاب الطاكسيات هما انسان، مع احترامي بطبيعه الحال اصحاب الطاكسيات، ولكن انا لا اقبل الفوضى ولا اقبل شرع اليد. هذوك الناس اللي حاصروا هذاك الدبلوماسي الروسي، هم ما كانوش عارفين الدبلوماسي الروسي، ولكن ما بغى يكون دبلوماسي ولا انسان عادي، ما كانش خصهم يديروا هذاك الشيء. عندهم مشكل يعلموا السلطات دير خدمتها، والسلطات كان خصها دير خدمه بالاساس في الاول. ثانيا مشكل اخر كنتكلموا على الانسان، لان شي وحدين يقول لك غير كيهضروا غير على البني،
غير البيطون الياجور السيما فعلا فيها الفلوس. كاين شي وحدين المهم كاين اللي غادي يستافدوا بهذا الكاس العالم بصحتهم ماشي مشكل. نعطيكم مثال، هو كيتبنى بنو سينا جديد، هو تهدم هذاك مستشفى بنو سينا في الرباط ويتبنى اكبر مستشفى قدامه في الرباط، غادي يكون من اكبر المستشفيات يعني باستعمال التكنولوجيات اخر التكنولوجيات الحديثه. ولكن واش عاود غادي نديروا التدبير والتسيير ديال هذا المستشفى الجديد في الرباط والمستشفيات اللي راه كتبنى، يعني المستشفى الجديد ديال بنو سينا واش غادي عاود نديروا التدبير بنفس السيكوريتي اللي كان بنو سينا القديم، بنفس العقليه ديال التدبير اللي كانت بنو سينا القديم؟ شفت شي حوايج في بعض الاحيان في لي زيرجونس كومون سا سباس كيغيظني الحال. الان غادي نبنيو اكبر المستشفيات كما قلت واحدثها، ولكن خص واحد العقليه جديده لتتماشى مع التكنولوجيا الجديده اللي غادي نديروها في هذه المستشفيات. فخص تاهيل. انا كنقول هكا ماشي انني انتقد، انا كنقول بانه ما نساوش الانسان. هضر عليها فوزي القجع، انا الان كنزيد نزيد نفسر فيها ونبسطها باش يعرفوا الناس بانه كاين مشكل. يعني كنهضروا من الشارع الى جميع المستويات، غاد تكون في الاداره، غاد تكون في الفنادق. عندنا مشكل كبير ديال العاملات والعاملين بالفنادق، تأهيل ضعيف جدا. الناس مثلا، يعني انا كنهضر لكم المسائل بساط، تمشي يعني الناس اللي كيخدموا في الفنادق مثلا في المطاعم ولا كذا، مشاكل كبيره كيفاش يتعاملوا مع الزبناء، كيفاش يسربوا الزبناء، ولو انه كاين تكوين لكن تكوين ضعيف جدا غير كافي. فباقي الخدمه بزاف في هذا الشيء. انا كنتكلموا المسائل اللي عندها ان كونتاكت ديريكت مع الناس اللي غادي يجيو عندنا، كنتكلمش على حوايج اخرين اللي شويه معقدين. محاربه الفساد مثلا، هذه شي حاجه اللي كتجاوزني. الناس اللي غادي يديروا لي زافير واللي غادي يستافدوا بطرق ملتويه كاين اللي خص يخدم عليهم. ولكن انا نعطيكم مثال، مثلا نجي داخل الايروبور ولا تجي داخل يعني في المطار، كيفاش يتعاملوا معاك هذوك اللي يكونوا في فرونت اوفيس، ولا هذوك اللي يكونوا في فرونت ديسك، ولا هذوك اللي غادي يتعاملوا معاك، واش يهضروا معاك، واش يقول لك يعني مثلا تو، ولا يقول لك فو باغ ريسبي، ولا حتى هذه خصنا نخدموا عليها. كاين بزاف ديال الحوايج خصنا نخدموا عليها. فالراس المال البشري خصو يتأهل، وكاين امثله كثيره. طيب انا علاش جبت لكم هذه الامثله كامله وغادي نربطها بهذا مرة أخرى الدولة الجارة الشقيقة، لأنه الشيء اللي وصلنا له وهذه الديناميكية اللي دخل فيها المغرب، وهذه الشراكات المتعددة الآن على مستوى اللي يدخل فيها المغرب، وعلى هذه التنمية والتقدم اللي غادي يعرفوا المغرب، بالضرورة غادي يخلق يعني دي جالوزي اسموها بالعربية. بالضرورة غادي يخلق لنا المشاكل مع الجيران ديالنا، لانه ما حد المغرب كيتقدم، ما حد المغرب كيتقوى، ما حد المغرب كيولي قوه اقليميه، ما حد غادي تكثر الحزازات مع الدوله الجاره الشقيقه، بغينا ولا كرهنا. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ نتكلم لكم على واحد الكتاب عنده علاقه بالموضوع، ولكن كنت هضرت على درت واحد البرنامج مؤخرا، واحد الافتتاحيه خصها سوريا بعد بشار الاسد، اللي عرفت واحد النجاح كبير، راه دايزه الان تقريبا وصل شي 600,000 في 300 في 3 ايام 600,000 مشاهده. وكنت قلت بانه بزاف ديال المحللين يقولون انه بعد سوريا يمكن الدور قادم على الجزائر، وانا اتمنى مره اخرى ان لا تسقط الجزائر بطريقه سوريا. انا كنتمنى للجزائر انه يكون اصلاح، ويكون اصلاح سلمي، وانا متاكد بانه سوف ياتي، ويمكن كاع قبل 2030، وهذا الشيء خصنا نوجدوا له. انه اي تغير عنيف اللي يقدر يحدث في الجزائر غادي تكون عنده انعكاسات سلبيه ماشي غير على الجزائر فقط،
ولكن على الجيران ديالها المباشرين، وعلى رأسهم نقدر نقول أولهم هو المغرب. نحن لسنا في حاجة لتحمل يعني مشاكل ولا اضطرابات داخلية جزائرية، وما نتمناوهاش، غير باش تكون الأمور واضحة. الشعب الجزائري الشقيق الذي نكن له كل احترام والتقدير. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ أولا بعدا أنا سعيد بأنما في هذاك الافتتاحية اللي خصتها لسوريا قلت بأنما الوضع ما زال غامض ويمكن لا يبشر بالخير. على أيين أنا ما لم أوقع على شكل من بياض النظام الجديد، يعني غيرنا نظام حداثي ديكتاتوري بنظام يعني إسلاموي. هادو اللي جايين هادو إسلاميين عارفين التوجهات ديالهم. البارح كانوا النصرة مع القاعدة، دابا قال لك لا راه ما بقاوش مع القاعدة، ولكن باقيين إسلاميين. فأنا نشوف هذا المستقبل ديال سوريا كي غادي يكون، واللي زاد يعني ما كونفورتي في لي كونفيكسيون ديالي، اللي زاد اكد الارتسامات ديالي، وهو التصريح ديال الوزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه. ناصر بوريطه كان حذر جدا، يعني تكلم عن الشعب السوري والوقفه ديال المغرب مع الشعب السوري. وحنا كنتذكروا يعني الوقفه اللي دارها المغرب مع الشعب السوري. المغرب كان اول بلد دار مستشفى ميداني عسكري لفائده اللاجئين السوري، مخيم الزعتاري. والمغرب كان والملك المغرب كان اول قائد دوله اجنبيه زار مخيم لاجئين سوري 2012 الا باقي ناقل. ماشي سهله. والمغرب كان قاطع العلاقات ديالو الدبلوماسيه مع سوريا، عكس الجزائر اللي كانت تدافع عن سوريا وكانت تسمي هادو بالارهابيين، ودابا تقلبت. فالنظام الجزائري كان دائما يساند نظام بشار الاسد. المغرب كان دائما عنده موقف من نظام بشار الاسد، وكان دائما الموقف ديالو الى جانب الشعب السوري. فانا فرحت من ناصر بوريطه، يعني حتى هو شاف نفس الاتجاه، كان حذر جدا، وقلت يعني مزيان وهو عارف علاش كيتكلم. علاش كيقولوا واش الدور آتي على الجزائر؟ ان الموقف ديالها يمكن لان هاد شوف العلاقه الدوليه حتى هي راه بحال لعبه الشطرنج، كيطيح هذا كيطيحوا الاخرين، ولا لعبه الدومينو عفوا، كيبقاو يطيحوا واحد بواحد. هذا كان مساند لهذا، هذا طاح، واش الدور غادي يعطي الاخر؟ طيب شنو هو السياق؟ لان كاس العالم ورحنا جايين. السياق وغادي تفهموني علاش تكلمت على الجزائر وسوريا. كنقرا هاد الايام هذا الكتاب الجميل جدا مهم جدا اللي هو سميتو حوري ديال الكاتب الجزائري كمال داوود. هذا الكاتب الجزائري كمال داوود الان هو مقيم في فرنسا، واش طالب اللجوء او لا على اين فهو متابع في الجزائر، وكل يدخل الجزائر غادي يلقى نفس المصير اللي خصاتو سلطات العسكر للكاتب بوعلام السنصال، اللي هو الان مسجون في ظروف سيئه بدون محاكمه. هذا الكتاب ديال الحوري كتاب مهم جدا اللي خدا جائزه الكونكور 2024 مؤخرا هذا الشهر. كتاب مهم، ما غاديش ندخل لكم في التفاصيل، وغادي نقول لكم علاش تكلمت عليه، وعلاقه تبع على مسنصال اللي بهذه المناسبه كنأكد مره اخرى التضامن ديالي كامل معه. هذا الكتاب كيتكلم على لسان يعني الشخصيه الاولى ديال هذه الروايه اللي كتحكي التجربه ديالها فيما يسمى بالعشريه السوداء اللي كانت فيها يعني الحرب الاهليه الجزائريه. يعني كانوا الاسلاميين او المهم الارهابيين، جماعات المسلحه الاسلاميه مع الجيش الجزائري وقوات الامن الجزائريه. عشريه سوداء راح ضحيتها عشرات الالاف، يقال 200,000 على اقل تقدير ديال الضحايا اللي خلفتها هذه الحرب الاهليه. هذه الشخصيه ديال هذه الروايه اللي كتحكي هذيك مهم، هذه كتحكي انه في هذيك الوقيته كانت صغيره وتعرضت لمحاولات. المهم ما غاديش ندخل في التفاصيل، لان واحد روايه دراميه جدا
يعني كتقراها بعض المرات كتحس بالقشعريره. على اين هذا الكتاب الان كيتعرض له هو ولا الكاتب ديالو واحد الهجوم كثيف وعنيف من طرف السلطات الجزائريه. علاش؟ لانه بالنسبه لهم تجرأ تكلم وانتقد التدبير اللي دارته الجزائر في العشريه السوداء. وهو في الحال يعني هذا الكتاب كيتكلم على جوج حوايج. لانه كما كتعرفوا في الجزائر في 2005 على ما نظن كان واحد الاستفتاء على ما يسمى بالمصالحه، قانون المصالحه. وهذا قانون المصالحه يقتضي انه ممنوع انه الواحد يولي يتكلم على هذيك العشريه السوداء او لا ينتقد التدبير ديال السلطات هذيك الايام ولا هذيك المرحله الدمويه. وهو ماشي غير جرأ هضر على هذيك العشريه السوداء، وماشي غير جرأ انتقد السلطات، ولكن مشى بعيد الى درجه انه يعني غير باش نلخص لكم وضع في نفس يعني المكانه الارهابيين الاسلامويين ديال الجماعات المسلحه، وضعهم في نفس المكانه مع الجيش وقوات الامن الجزائري. انه في واحد الوقيته كيتكلم كيقول لك في هذيك المصالحه يقول لك يعني القتله تصالحوا مع القتله بالنسبه له. وتا هو هذا يعني الشخصيه بطله الروايه ملي كتكلم كتقول لك يعني كتحكي وكتقول بانه يعني هذيك العائله ديالها في هذاك الدوار في هذاك الجبل اللي كانوا عايشين كانوا مضطهدين من طرف لا سواء الجيش اللي كان قابل في واحد التكانه في اسفل الهضبه او لا، وايضا مضطهدين من الجماعات المسلحه الاسلاميه اللي كانوا في الجبل، وكانوا غير هادو كانوا قوات الامن الجزائري كيطلعوا عندهم في النهار كيضطهدوهم، وهادو كيهبطوا عندهم في الليل القوات المسلحه الاسلاميه الجماعات الاسلاميه المسلحه كيهودوا عندهم في الليل يضطهدوهم، وفي الطريقه تصالحوا القتل مع القتل. اذا ولكن الروايه ملي كتقراها يعني واش غادي نقول لكم، انا لست بناقد ادبي، ولكن فعلا كتقرا بعض المرات وانا كنقرا في الليل اساسا يعني في الليل 2 3 ديال الصباح كنكون عاد كنقرا في بعض الاحيان. ف ناكد لكم يعني شي احداث هنا في الروايه ما كتجيبلكش النعاس، كتشوف كيفاش يعني عانوا المدنيين الجزائريين من كلا الطرفين. على اين دونك كيتكلم على واحد المرحله ينتقدها لنا كما قلت لكم هذاك التصويت على هذاك القانون ديال المصالحه كيمنع الناس يتكلموا وكيمنع ينتقدوا واي واحد انتقد التدبير ديال السلطه الجزائريه لهذيك المرحله يتم الحكم عليه الادانه ديالو الحكم عليه بالسجن والغرامه. فهو الان معرض بالسجن والغرامه الى دخول الجزائر، وهو كما قلت لكم ضحيه لواحد الهجمه اعلاميه ممنهجه وعنيفه من طرف السلطه الجزائريه. اذا كيتكلم على هذه المرحله، ولكن اللي يهمني اكثر انه كيتكلم حتى على المرحله الحاليه، انه هذه الذكاء ديال كمال داوود ماشي روايه تاريخيه كتبدي لنا 1900 ولا وكيجي حتى 1999 ولا كيتكلم يعني سرد تاريخي، لا، كينطلق من الحاضر وكيتذكر الماضي وكيربط الحاضر بالماضي، وكتشوف وانت تقرا الروايه بانه الا كان الماضي اسود ديال الجزائر في هذيك المرحله وحتى ما قبلها من بعد الاستقلال الى هذيك المرحله السوداء، فالحاضر لا يبشر بالخير. هذا هو اللي ايضا مهم في هذه الروايه، وهو يتكلم عن وهران ويسرد وقائع في وهران الى اخره. وانا زرت وهران واعرف انا شخصيا وهران جيدا، بعض المرات كنشوف شي اماكن كيتكلم عليهم فكتشوف انما الواقع لا يبشر بالخير، فكتبان لك الجزائر وكانها تحتضر الوضع لا يبشر بالخير. والواحد ملي كيقرا الروايه ما يبقاش متفائل على مستقبل الجزائر. وهذا هو اللي قلت لكم، سوريا، الجزائر، مستقبل الجزائر كيتاكد في هذه الروايه، وهذا الشيء اللي خلى السلطه الجزائريه تجعر. اذا ماشي قضيه غير ماضي وصافي، كون بقات في الماضي يقول لك راه شوه الماضي، ولكن والحاضر الجزائر تحتضر
مجموعه ديال الوقائع والسرديات والطابلوهات اللي يرسمهم بكلمات يعني منتقات دقيقه جدا، كتبان لك بان الجزائر غاديه للهاويه، غاديه للهاويه، وهذا هو اللي كيخوفنا. طيب الحاجه الثانيه، علاش تكلمت لكم على هذا الكتاب ديال حوري، وغادي نقول لكم كي حوري كيبو على مسنصال. المثقفين الجزائريين، وهنا كنتكلم على جوج ديال الكتاب اللي هما مثقفين ايضا، وغالبا اللي خارجين الجزائر، لان ما يقدروش يقولوا هذه الهضره داخل الجزائر، كلهم عندهم واحد الرؤيه ايجابيه على المغرب، وكلهم يعترفون بالمغرب وبدور المغرب. ولا شفتوا حتى رد الفعل ديال السلطه الجزائريه اساس على هاد المثقفين، بعد غير هاد الاثنين باش نبقاو غير في هاد النموذجين، هذا الرد الفعل العنيف ديال لا فيما يخص بوعلى مسنصال اللي دخلته للحبس، ولا هذا بوعلى مسنصال الاساس لانه هضر، وهذا هو الاساس ديال التهمه، انه دافع على الوحده الترابيه المغربيه، وقال ماشي غير الصحراء الغربيه اللي هي ديال المغرب، قال حتى اراضي الان تحت السياده الجزائريه هذيك تاريخيا من حق المغرب. هذا الكلام ماشي سهل يتقال. كمال داوود، وغنجي لكم علاش كمال داوود في الروايه ديالو، ولكن خصك تقراها بين السطور، خص يكون عندك واحد الوعي السياسي باش تقدر تفهم شنو بغا يقول. في بعض السطور كيتكلم على وهران وعلى بعض الساحات في وهران، وكيهضر هكا يقول لك وهنا امام القنصليه المغربيه كذا وكذا. هاد الاشاره للقنصليه المغربيه بوهران غير بريئه. وهران بملايين سكانها وبالاف يعني ديال المترات ديال المساحات ديالها، وبساحاتها المتعدده وباطارها وبكذا، ودي ما غاديش يعني علاش غادي يشير للقنصليه المغربيه بالذات؟ هذه اشاره للمغرب. وغادي تزيد تقرا، واللي عجبني اكثر في واحد الوقيته كيقول لك ملي كانوا في المدرسه، يعني حتى المثال اللي كيختاروا ماشي بريء، وهذا الشيء علاش خلى العسكر الجزائري يجعر. في واحد الوقيته كيقول لك ملي كانوا في المدرسه كيجي واحد الممثل ديال ما يسمى بالمجاهدين اللي عاشوا الحرب التحرير الجزائريه ضد المستعمر الفرنسي، وفي اطار هذيك البروباغندا يعني اللي كديرها الدوله في المدارس كذا، كيصيفطوا لهم يعني سنويا واحد من قدماء المحاربين يحكي لهم على الذكريات ديالهم. وكيحكي يقول لك واحد القصه اللي عجبتني، انه واحد من هاد المجاهدين القدماء كيحكي لهم كان في واحد الكتيبه الى اخره مع المجاهدين، وكانوا هازين السلاح وما تهناو حتى وصلوا للحدود المغربيه الجزائريه امنين، ودخلوا عند خوتهم المغاربه باش يحميوهم. واش في نظركم هذا المثال وهذه الجمله في هذا الكتاب غادي تمرمر الكرام امام اعين العسكر الجزائري اللي كيبغي يصور المغرب كبلد عدو، بلد ضد الجزائر، بلد محتل، بلد كذا؟ هنا كيصرف على لسان المجاهدين الجزائريين، الناس يعني لي نايف، يعني الناس النيه. يمكن كيجيو مجاهدين يحكيو الاطفال في المدارس، يعني جنرال مور ما غاديش يجي جنرال ديال العسكر، غادي يجي شي واحد بهذوك اللي كان في هذيك الوقيته محارب بسيط مجاهد، فمسكين بالنيه ديالو كيحكي لهم كيقول ما تهنينا حتى لان كان هارب للمغرب، هارب من العنف ومن الاضطهاد ديال المستعمر الفرنسي، يقول لهم هازين السلاح ديالنا وما تهنينا حتى وصلنا للحدود المغربيه الجزائريه ودخلنا عند خوتنا المغاربه. هذا المثال. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ المثقفين الجزائريين كيشوفوا المغرب واحد البلد ديال الامان، واحد البلد اللي، وهذا هو اللي انا الحلم ديالي، وانا قلتها في الحلقات السابقه ونزيد ناكد لها، المجتمع المدني ديالنا، الكتاب ديالنا، المثقفين ديالنا يجب ان يحتضنوا المجتمع المدني والمثقفين الجزائريين. هم كيشوفوا المغرب في واحد المكانه عاليه، وهذا الشيء اللي كنديروا مع كاس العالم غادي يزيد يتاكد، فعندهم واحد النظره جميله جدا على المغرب. وانا اتمنى ان، ويمكن هذا الشيء اللي غادي نشوفه، هذا الشيء كيذكرني بما وقع في الاتحاد السوفيتي. سقوط الاتحاد السوفيتي بدا يعني بهروب المثقفين ديال
والمفكرين اللي كانوا في الاتحاد السوفيتي، كانوا يهربوا للغرب. وهذوك المثقفين الكتاب ديال الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط كانوا دائما يشيدون بالحريه اللي كاينه في الغرب، كانوا يشيدون بالديمقراطيه اللي كاينه في الغرب، كانوا يشيدون بالتنميه اللي كاينه في الغرب. وانا ارى هذا الشيء حتى عند المثقفين المفكرين الجزائريين، يشيدون بالمغرب، يذكرون ما قام به المغرب لفائده الجزائر، يعترفون بما يقوم به المغرب. فكنشوف واش هذه مؤشرات بدايه سقوط الجزائر كما سقط الاتحاد السوفيتي، ونتمنى ان الجزائر تسقط كما سقط الاتحاد السوفيتي. يعني النظام العسكر باش يولي حتى هو نظام الجزائر، بغيت تكون نظام اخويا ديمقراطي وتحترم فيه حقوق الانسان سيدي، ونتمنى يكون سيدي نموذج لينا كاملين بما فيه المغرب. بس حنا كرهنا نتمناو. فكما سقط الاتحاد السوفيتي يعني بداو يهربوا المثقفين المفكرين الى اخره، حتى واحد الوقيته غورباتشوف جا عند ريغن قال له ما قديناش دوله ما. وهذا الشيء اللي كيصوروا كمال داوود على الجزائر الحاضر، انه دوله تحتضر، انه شي نهار غادي تطيح طق. واتمنى ان يكون واحد الوعي، انه تسقط عن وعي، لانه يمكن التدبير ديال هذيك المرحله ديال السقوط بسلم وسلام وامان. هذا هو اللي كنتمناه. وانا اظن بان الامور غاديه في هذا الطريق ان اجلا ام عاجلا. ويمكن نقول لكم كاع قبل 2030 يمكن غادي توقع واحد التحولات كبرى في المنطقه، مع احترامي للشعب الجزائري، مع احترامي للجزائر. وكما قلت لكم نحن لا نريد اي فوضى ولا اي اضطرابات في الجزائر، نحن ماشي في مصلحتنا اصلا. ف تأهيل العنصر البشري مهم عندنا في المغرب. خصنا حنا علاش كاين شي وحدين يقول لك لا حنا مزيانين، فعلا حنا مزيانين، ولكن انا خويا انا شخصيا محمد التيجاني نبغي لا بيرفيكسيون. انا نبغي هذاك الشيء يكون تيب توب. وغالبا انت في الحوايج اللي كنديرهم ولا في الحوايج الكبيره يمكن نتغاضى عليها، ولكن الديتاي ما يمكنش يهرب لي. انا كنبغي الديتاي، عزيز عليا هذوك لو دياب سو تروف دون لي ديتاي. يمكن التكوين ديالي كرجل قانون، هذوك الشعارات الكبرى والهضره الكبيره ما عندي ما ندير بها، ولكن يمكن في كلمه واحده تقولها يمكن نعرفك شكون انت، او نعرف فين بغيت تمشي. فانا هذا المغرب وهذه الكفاءات اللي عندنا مزيان، ولكن انا خويا باغي لا بيرفيكسيون. يكون الخير وكذا منا ما بغيتش نسمعها، ان شاء الله وكذا منا مزيان ولكن غير كافيه. عقلها وتوكل، الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. خويا دير خدمتك ومن بعد تقول ان شاء الله، ماشي تقول لي ان شاء الله. فالحمد لله الامور غادي تغير. ومن كنقولوا يعني التغيير والاخر في جميع المجالات. غادي تجي يمكن شي حلقه اخرى غادي نتكلم على هذه المجالات الاخرى، يمكن ما يمكنش نقولوا كل شيء اليوم. ف نتمناو حنا متفائلين خير لبلادنا. كنهنئوا مره اخرى جلاله الملك، كنهنئوا الشعب المغربي، كنهنئوا فوزي القجع، كنهنئوا جميع الفريق اللي ولا جميع الفعاليات اللي ساعدت على تحقيق هذا الانجاز التاريخي. والخير امام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.